وينزلوا على الفيسبوك وبتاع، ده الله يخرب بيت الفيسبوك ده اللي خرب الدنيا. الوليه برديس بترقص هي لا مش امي يا وائل، دي واحده صاحبتي، وانت جبني ناس تشتمني، ده كويس ما يضربوكي والله العظيم لو انا كنت جبتها من شعرها. يا وائل الناس ضرباني يا وائل. يا رئيس مكتب الاداب تاني، يا رئيس مكتب الاداب، حضرتك شغلتك دي زي ما جبت بهجت ده الظابط دون وقلت مش عارف ايه، دي شغلة حضرتك. لما تشوف على موقع واحده لا مؤاخذه مطلعه لا مؤاخذه وورا لا مؤاخذه وعامله بتاع في بقها لا مؤاخذه، حضرتك مش قادر تقبض عليها، روح. انت مش عارف يعني بوليس الاداب معني بده طبعا بالكليبات الفاضح ومشاهد المسلسلات طبعا. بص دعوه للفجور، فعل فاضح علني، دي جرايم في حال التلبس. قاعد عامله ايه ده؟ انزلنا ساعات حزني. طب شوف انا بعمل ايه والبنت الغلبانه اللي قفشوها دي وحبسوها ما عملتش سيب ايدي سيب ايدي. سيب ايدك مين؟ ده سيب مش عارف ايه وسيب ايه وامسك ايه، ده انتوا سنتكم سودا والمصحف سنتكم سودا يا وزير الداخليه. ده جزء من فساد مجتمع، النسوان دي تتجاب. تعالى يا بنت توهيه. طب ما هو في من تحمل اسم فنانه كبيره وفنانات كبيرات هنتكلم فيها دلوقتي، ده لسه بقى دي هنتكلم فيها دلوقتي في المسلسلات. خلينا دلوقتي في ايه؟ اني شكيره مين زفت التين يخرب بيتكم بيت اهاليكم. انتوا مين؟ انتوا جيتوا امتى؟ انت شايف ان ده مكانه بوليس يا بيه كده زي البت بتاع سيب ايدي، تعالى امسك البتاع بتاع البت دي وكله نفخ في ايه؟ البتاع ده في ايه والشفت منفوخ في ايه يا بت وهي؟ يعني كل دي قضايا يا بيه تاني بقول يا وزير الداخليه من فضلك عندك اداره مكافحه الاداب. اول ما يجي الموقع حضرتك كده عندك المكافحه دي تبص على المواقع، اول ما تلاقي البت بتعمل كده تعالي يا حبيبتي بقى، تعالي وريني بقى، تعالي افسيكي في البتاع. ما انت على فكره البنات دي انا مسكت رئيس محكمه الاداب فتره، انت عارف العيال دي اول ما بتتمسك عايزك تشوف شكلها والله العظيم زي العفريت، ببقى مستغرب ايه العفريت ده؟ امال فين اللي هنا وفين اللي هنا وفين اللي هنا؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيسخطهم. خلاص؟ فده مجتمع اسلامي. انا مش متزمت، انا راجل الحمد لله ملتزم بقالي 7 8 بصلي الفجر حاضر تمام بقى، وعمري انت عارف انت معاشرني بقالك 30 سنه عمري شربت خمره والكلام ده. لكن اوعى تتكلم عن تحرش ودول موجودين، اوعى تتكلم عن شاب بيتحرش ودول موجودين. حضرتك دي وظيفتك ومهنتك ودورك، رئيس مكتب الاداب على طول. دي مين؟ دي شكيره. دي مين؟ دي دبابيس. دي على طول اقبض، وهتلاقي نيابه لكره ومحكمه. انت عارف احمد بيه دبوس ومحمد بيه البقلي البيت بتاع سيب ايدي على طول كده وجلسه وعلى طول سجن. قالت لك والنبي انا ما كنت مقصد والله العظيم ما كنت بهزر تمام. فكل واحده تروح طيب ما انا هاخد بقى في ده كل واحده تروح تنفخ لها بتاعتين على 36 و37 واخد بالك وتقرفنا. قلت لك انا انا فنانه استعراضيه يا حسين وائل، انت جايب الناس تهزقني؟ ده انا اجيبك من شعرك. طيب ما هو ده يدخلني بقى في المسلسلات والافلام، وانك لو هتعمل ده يعني اشمعنى اعمله مع واحده بتعمل كليب، انما ما انت عندك من تحمل اسماء فنانات كبيرات. وهنلاقي في مسلسلات رمضان واحنا داخلين على الشهر الكريم بالاضافه لبعض الافلام، وانت توجه قذائفك دائما كل سنه في هذا الاتجاه. بس ما هو باسم الفن بترتكب نفس الجرائم. هل تلاحق بقى الاعمال الفنيه وتوقف عليها بوليس الاداب ايضا؟ طيب في فرق بين العمل الفني وفي فرق بين الدعاره. انا بس عايز اديك مثل صغير كده بسرعه كده. فنانه طبعا شغل اسمها غلبانه وكان عندها قضيه طلاق ومش عارفه تدفع 100 جنيه اتعاب ويعني كده خلاص. فجت اتعرفت على مخرج، المخرج اداها دور شايله قفا بتاع ده بلاص ولا ما اعرفش ايه، مسلسل كده قعدت تعدي بيه راحه جايه بالبلاص. اشتغلت في مسرحيه ربنا كرمها وفتح عليها، وفجاه طياره خاصه وبي ام دبليو وقصر مش عارف فين وفين وفين. طيب منين دي يا مامي؟ قالت لك انا متجوزه. ماشي، مين جوز حضرتك؟ مالكش دعوه يا استاذ. لا يا حبيبتي، لا 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 الكلام ده مش عندي. حضرتك تقولي جوزك مين؟ الزواج ايه؟ شرطه اساسي ايه؟ العلنيه. حضرتك لازم تقول لي جوزك مين؟ والا ما يبقاش جوزك. يبقى الراجل جاي يقضي وقت جميل واداك الطياره والبتاع والسلامه وخلاص، ده مش جواز.
ده ما, بس ما يقول لك ده انتهاك يا لخصوصيتك. فندم يا فندم بعد اذن حضرتك، الزواج علانيه. حضرتك انا دي ست مشهوره خلاص، شخصيه عامه. عامه. مين جوز حضرتك؟ مالكش دعوه. لا انا ليا دعوه. مين ده؟ زوجك. طب عايز في عقد الجواز، هتقول لك مالكش دعوه، يبقى مش جواز، يبقى زنا. طب حضرتك الطياره دي منين؟ طب القصر ده منين؟ طب اسطول العربيات ده منين؟ ما احنا حافظين التاريخ خلاص. وتروح تعمل شفاته خلاص وتبقى بطله مسلسلات. شوف، لازم يبقى في وزير اعلام. مع احترامي للاستاذ امير رئيس اتحاد اذاعه التلفزيون، راجل عصام مؤدب الأمير. عصام الامير. لازم يكون وزير اعلام. مفيش حاجه اسمها دي قناه خاصه. في قناه بتعرض برنامج يلا نرقص. يلا ايه؟ نرقص. لا مؤاخذه، النسوان اللي بيرقصوا مش لابسين حاجه خالص، لا فوق ولا تحت. قول الواد يروح شايلها مشقلبها. ده برنامج لبناني وبيعرضوه عندنا هنا في قناه المعارض. يروح مشقلب البيت، لا مؤاخذه يبان كل حاجه في البيت، واخد بالك، وسايبينهم. ايه ده؟ ده فن؟ لا ده مش فن. لا 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 لا، كلمش عن فن. ده لا مؤاخذه كل حاجه باينه، كله. والواد بيشيلها مش عارف منين، من تحت فين، حتت ايه ده؟ لا لا يا استاذ، ده مش فن. والمسلسلات خلينا في لا وتاني المسلسلات. في برنامج بتاع الاكاديمي دون، قناه كانت مركزه عليهم. الواد واخد البت في حضنه، والبت واخده البت في حضنها، ومش عارف مين بوس مين. لا يا جماعه، لا لا، ده مش العالم العربي الاسلامي. لا يا فندم، ده اوعى تكلمني بعد كده انهيار اخلاقي. مش انهيار امني، لا ده انهيار اخلاقي. وبعدين لما تيجي بنت صغيره بترقص، واخد بالك، تقول لك هات البت دي، انت يا بنت بترقص زي ما هي بتقلد. خلاص تعالى بقى على المسلسلات. انا عجبني مسلسل هاخد اسمه بس، بتاع غادة عبد الرازق، اسمه الكابوس. انا حاسس ان رمضان دلوقتي كل سنه اسمه الكابوس. ازاي انا بقى قاعد صايم؟ ما هو المسلسلات دي بتعاد في ساعه الفطار، قبليه الفطار. تقلب هنا تلاقي هي شغاله 24 ساعه بالظبط، تقلب هنا تلاقي البتاع ده طالع، وتقلب هنا تلاقي الورك طالع، تلاقي الفخذ ده كده، البتلو هنا. في ايه يا جماعه؟ في يخرب بيتكم؟ في ايه يا نسوان؟ في ايه؟ ما تفوقوا! في ايه لحمكم رخيص ليه كده؟ والعالم العربي بره اللي احنا كنا بنتريق عليه ونقول لك ايه، الراجل اللي بيجي بيقعد ينقط ولابس، لا الراجل اللي بينقط ده ما بينقطش. الراجل اللي بينقط ده راح امريكا خد دكتوراه وعامل بلده، وشوف عامل بلده ازاي. واحنا بقى صورتنا بره اللي في خد دي. وانت لسه بتصور المراه المصريه بهذا الرخص في المسلسلات كلها بهذا الرخص. يا راجل ده في مسلسل ما فيهوش حرف فيه خدش. يعني شوف، انا اختلفت مع عادل امام كتير. انا مش السنه اللي فاتت اللي قبليها، اللي هو كان فيه اللي كان مع لبلبه، اللي كان مع لبلبه. هات لي حرف فيه خدش واحد، هات لي فيه كلمه غلط. هي اسره مصريه، اسره مصريه محترمه، انها منك يعني خلاص. ولا وعادل امام بقى ملك الافيهات، لا عمل افيه في جنسي ولا مش عارف ايه. انما ايه، ده في مسلسل انتوا كنتوا عارضينه، انتوا هنا هتعزوه، انتوا هتذوقوه، واخد بالك. امير اسمه كرارة بيقول لي جرى يا مارا. يا نهار اسود، ايه يا مارا؟ لا ده ابسط دي حاجه ايه ده؟ وبعدين انت بتبدا بايه؟ واحد بيضرب بسيف، واحد بيضرب قنبله، واحد بيولع في عربيه. طب ما ده العنف اللي في الشارع. الناس يا جماعه، فاكر عمر عبد العزيز، احمد بدير، ونور الشريف؟ انت عارف لم تعد الدراما التاريخيه ولا الدينيه لم تعد موجوده. شفت لميس لما عملت الملك فاروق يا جماعه؟ شفت لميس جابر طبعا. مدحت العدل لما عمل المسلسل بتاع الاخوان المسلمين، كان اسمه ايه؟ جماعه، مش كده؟ وحيد عمل اعتقد. لا هو الاستاذ وحيد عمل الجماعه. عمل السنه اللي فاتت المسلسل بتاع الاستاذ مدحت العدل اسمه ايه يا جماعه؟ فكروني. بتاع الجماعه ده الاستاذ وحيد حامد. وحيد حامد لا، وفي مسلسل قبل كده بتاع العائله. يعني في حاجات بتخدم في رمضان، وكنا بنشوف العائله الاستاذ وحيد حامد ايضا بالظبط. لكن انت لما تيجي النهارده بقى الوركه اهو، الداعيه بتاع الداعيه بتاع سلامه مدحت العدل، وكان البطل بتاعه هاني سلام. تمام. يلا بقى، انا لو شفت الورك قد ايه بقى، ده الورك بتاعي، ده ورك جاموسه. ما تلمي يا وليه، ده انت داخله في 60 سنه والشفه وايه بقى. والله العظيم ما شفت مسلسل بنت بتقول يعني واحد بتقول لا خلينا لو الفاظ مش عايز اعيدها بقى يا استاذ مرتضى، احنا قاعدين ما انت عارف بتقول ايه؟ بتقول لها انا وسخه. ده كلام، ده لفظ.
ده على يعني ده عيب. تعبير على فكره بيتقال في المسلسلات زي صباح الخير. عيب. وده طبعا مصيبه. مصيبه انه استسهال. الجيل الجديد يطلع يعمل ايه؟ فتعالى بقى ما تقوليش اصل المسلسل خلاص اهو وانا على الاخر. خليك على عنه ما تزاح. ويا رئيس وزراء مصر من فضلك، رئيس جمهوريه مصر من فضلك، انت راجل متدين وانا عارف ملتزم. بعد اذن حضرتك الرقابه مش نافعه، مفيش رقابه. المسلسلات دي لازم تتشاف قبل رمضان و10 حلقات قبل ما تيجي. وبعدين البرامج بقى العبيطه، واحد عايز يموت واحد في البحر، واحد عايز يموت واحد في طياره، واخد بالك؟ واحنا بنهزر. بتهزر؟ يا اما انتم متفقين مع بعض وتنصبوا علينا، يا اما ده كان الواحد ممكن يجي له سكته قلبيه. يا جماعه ده مش رمضان. رمضان ده انا من ايام بقى حاره سيدهم وابن الرشيد ورود الفرج وشبرا، انا كنت اعرف ان بعد الفطار ننزل نلعب كوره في الشارع، نلعب ويلمان، وكنا نتفق مسيحيين ومسلمين بنعلق اعلام وفوانيس. ده كان رمضان، واخد بالك؟ انما رمضان عاملينه دعاره ونتسابق، والست اللي ما تطلعش 3/4 البتاع لغايه ما يبان البتاع اللي في البتاع كله كده تبقى دي مش انثى. خلي عندكم دم، خلي عندكم ذوق، احترموا نفسيكم. فين رجالتكم؟ انتوا مش متجوزين؟ مفيش بواب للعماره بيقول لك يا وليه انت وانت نازله احترمي نفسك، لمي نفسك. او لما شاف المسلسل ده ضربك قلمين على وشك. فين ده؟ يعني انت بتطالب بتدخل ده، انها لازم تشوف مسلسل قدامها يا بيه. دي مسؤوليه تشوف المسلسلات كل يا فندم، مسؤوليه الراعي رئيس الدوله ومسؤوليه رئيس الوزراء التنفيذي. لازم يبقى في وزير اعلام قبل رمضان، ومفيش مسلسل يتعرض الا لما يتشاف. مش بيتشاف من الازهر، ماليش دعوه بالازهر، انا مش ملتزم دينيا. يتشاف عشان لا مؤاخذه لو مره زي ما بيقولوا وركها باين، البسي يا مره حاجه وعيد المشهد تاني وانت لابسه محترمه. ده رمضان، ده شهر الصوم يا جماعه. ما هيقول لك حريه الابداع في خطر والفن في خطر. فلتسقط حريه الابداع ويخشوا كلهم السجن ونولع فيهم. بس يا اخي يبقى في مبادئ وقيم في البلد. يا اخي ما احنا كلنا، ما احنا بنسهر وبنتعشى وبنخرج وبنتفسح ونروح مارينا ونروح مراسي ونسافر بره، بس ما يبقاش دعاره كده. حضرتك عايز تعملي كده ما عنديش مانع. في اوضه نومك عند جوزك وري له بقى المفاتن، وري له الورك اللي مش على الشاشات خلاص بقى. احنا لسه بنقول ده مش عايزينه. وري له بقى زي جوزها، توري له زي ما عايز توري له. بالعكس هي للاسف مش بتوري جوزها حاجه، دي بتورينا احنا. يا ريتها بتوري جوزها، وتلاقي جوزها اللي طفشان في امريكا واللي طفشان مش عارف فين وسايبها لنا احنا.